نشرة أخبار هذه الظهيرة أقدمها على حضراتكم من الفضائية التي أينما كنتم المشاهدون الأفاضل. أهلا بكم والمستهل بالعناوين. دعوة لتشجيع المرأة في مواقع العمل. تعزيز الوعي الصحي في إقليم القاشبركة. مكتب الجبهة الشعبية في إقليم عنسبة يقيم أنشطته. واشنطن تستخدم الفيتو ضد مشروع قرار دولي بشأن القدس. ومصرع 8 عمال في إندونيسيا إثر انهيار أرضي. سقوط ضحايا بخروج قطار عن مساره بولاية واشنطن. أهلا بكم إلى التفاصيل. دعت رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة السيدة تسفى ميكائيل المؤسسات الحكومية والخاصة إلى المساهمة في إنشاء حضانات الأطفال من أجل تشجيع الأمهات العاملات. وذكرت السيدة تخا لوكالة الأنباء أنه ينبغي تشجيع المرأة للانخراط إلى مائدة التعليم والإنجاب، وكذلك للعمل على وجوب ضمان الإنجاب والتربية الرشيدة من أجل تأكيد استمرارية الأجيال وتقدم البلاد، منوهة إعطاء أولوية للهبة الطبيعية للمرأة المنتجة حتى لا يعرقلها عن التقدم والتطور، مناشدة كافة المؤسسات للتغلب على هذه التحديات والعمل على تسريع إنشاء رياض الأطفال. وأشارت السيدة تخا إلى أن مشاركة المرأة في مائدة التعليم يحقق تطورا ملحوظا، إلا أنه يتطلب جهودا جبارة لإرساء العدالة والمساواة، ورغم وجود سياسات ولوائح تؤكد على الحقوق المتساوية في تملك الأراضي، إلا أنه مع ظهور بعض الأسباب الغير المقبولة التي تمنع المرأة من الحصول على حقوقها، يتوجب على الجهات المنفذة إعطاء هذا الأمر أهمية جادة. وقالت رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة السيدة تخا أن الجهود الجارية تنصب في بناء وطن مزدهر يتساوى فيه كلا الجنسين، موضحة في الوقت ذاته أن المشاركة المتساوية في تحقيق الاستغلال، قبل أن تؤكد بأنه يجب تعزيز مساهمة المرأة وتنشئتها في كافة المجالات من جهة، ومن جهة أخرى العمل على الرقي في النواحي الاستثمارية، مستفيدين من تراكم مختلف الخبرات المهنية للمرأة والخريجات من الكليات، مشددة على أهمية وجود فهم مشترك وجهود منسقة لإنجاح هذا الإطار. دعا مكتب وزارة الصحة في إقليم القاشبركة المهنيين الصحيين لبذل الجهود للارتقاء بالوعي الصحي في مناطق عملهم. وأوضح مسؤول المكتب الدكتور لؤول بانتيرغا لدى لقائه المهنيين الصحيين أن الادعاء الموجود بنقص الدواء في الإقليم سببه ليس النقص، بل هي مشكلة فهم ومعرفة، مشددا على تقديم المهنيين الصحيين للإرشاد والتعريف الجيد. وأشار المسؤول إلى وجود فهم خاطئ لحصول أي مريض يأتي إلى المؤسسة الصحية على الدواء، ويتطلب نصح المرضى بأن بإمكانهم العلاج بالإرشاد والنظام الغذائي إلى جهد كبير. وقال أن توفير الدواء لكافة مناطق البلاد من أولويات وزارة الصحة، موضحا بأن المنصرفات على الدواء والمعدات التي كانت في تسعينيات القرن الماضي لا تتجاوز 100,000 نغفة، ارتفعت حاليا لأكثر من 40 مليون نغفة. وذكر المسؤول التعبئة والإرشاد في المكتب السيد سلطان حقوس أن حملات توعية متواصلة تنظم لرفع الوعي الصحي، لكن الفهم الخاطئ في علاج المرضى يحتاج إلى كثير من الجهود. أكدت سكرتيرة الجبهة الشعبية في إقليم عنسبة السيدة آمنة النقوسي في اجتماع عقد في 15 من ديسمبر في مدينة كرن على تنفيذ مهام سياسية وتنظيمية فاعلة، مشيرة إلى تنظيم دورات الكادر ل300 من الشباب العمال في كلية حمل المال الزراعية. وشددت على ضرورة الارتقاء بالوعي السياسي لتقوية التصدي في هذه المرحلة التي تكثر فيها التحديات. وأشارت إلى تحقيق نتائج مرضية لتعليم الشباب الذين فاتتهم فرص التعليم، ونشر الكتيبات التوعوية وتحسين التنظيم. وأوصى الاجتماع للدفع بتجميع القرى وتنفيذ إعادة توزيع الأراضي قبل حلول موسم الأمطار، ومواصلة نفير حماية التربة وحفظ المياه وتمرير المعلومات الآنية وغيرها من التوصيات. وقال حاكم إقليم عنسبة السيد علي محمود في الرسالة التي وجهها أن التنظيم الواعي هو أساس النجاح.
دعا مكتب سلطة الثروة القابية والحياة البرية في الإقليم الجنوبي لتكاتف جهود قطاعات المجتمع والمؤسسات المختصة للحد من اقتلاع الأشجار. ودعا المكتب في الاجتماع الذي عقده في 14 من ديسمبر بمدينة مندفرة، دعا السكان وأفراد قوات الدفاع للتعاون مع حراس الغابات والحياة البرية لكشف مقتلعي الأشجار وتقديمهم أمام القانون. وقدم مسؤول المكتب النقيب جزائر قال في التقرير الذي تناوله تقرير عن الأنشطة المنفذة في الأشهر ال11 الماضية ونتائجها، وأوضح عن القيام باقتلاع الأشجار بذريعة بناء الطرق والسدود في أماكن ليس لها علاقة بهذا العمل، داعيا لوضع حد لهذا العمل اللا مسؤول. ودعا المشاركون في الاجتماع لزيادة عدد حراس الغابات ومساهمة اللجان ومدراء الضواحي في المراقبة. وقال مسؤول سلطة الغابات والحياة البرية السيد أبرهة قرزة في الكلمة التي ألقاها أن وجود الغطاء النباتي يرتبط بوجود الحياة، ويتوجب الحد من قطع الأشجار بتضافر جميع قطاعات المجتمع، مشيرا إلى وجود برنامج لزيادة عدد حراس الأشجار ورفع قدرات العاملين في هذا المجال في العام المقبل. المشاهدون الأفاضل، وقفة قصيرة ثم نوافيكم بالأنباء العالمية، فتفضلوا بالبقاء معنا. استخدمت الولايات المتحدة الأمريكية حق النقد الفيتو في مجلس الأمن الدولي لتعطيل مشروع قرار كانت قدمته مصر ردا على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل. ودعمت 14 دولة مسودة القرار التي دعت إلى الامتناع عن نقل البعثات الدبلوماسية إلى القدس، لكن الولايات المتحدة استخدمت حق النقد. ووصفت مندوبة واشنطن في الأمم المتحدة نيكي هايلي هذا التصويت بأنه إهانة لن تنسى. وقال السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور أن القيادة الفلسطينية ستدعو الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى اجتماع عاجل، وتدعو المسودة التي وزعتها مصر للدول الأعضاء إلى الامتناع عن نقل البعثات إلى القدس، كما نصت أيضا على قرارات أحادية الجانب حول وضع المدينة ينبغي ألا يكون لها أثرا قانوني ويجب إلقاؤه. لقي 8 عمال مصرعهم إثر انهيار أرضي وقع أثناء أعمال حفر بجزيرة جاوا في إندونيسيا. وقال المتحدث باسم وكالة الحد من آثار الكوارث في إندونيسيا حسب ما نقلت شبكة إخبارية أن عمال الإنقاذ تمكنوا من انتشال جثامين 8 عمال، فيما تم إنقاذ 8 آخرين. وأضاف المتحدث أن المئات من عمال الإغاثة والقرويين لا زالوا يبحثون عن المزيد من الضحايا المحتملين تحت أطنان من الأنقاض، فيما لا يزال عدد المفقودين غير معلوم حتى اللحظة. قتل 3 أشخاص على الأقل عقب خروج قطار عن مساره إلى الطريق السريع في ولاية واشنطن الأمريكية، ونقل حوالي 72 شخصا إلى المستشفى بعد خروج معظم عربات قطار أمتراك عن مساره. وقال متحدث باسم سكك حديد أمتراك أن القطار انحرف عن مساره، مضيفا أنه كان على متن القطار 77 راكبا بالإضافة إلى طاقم التشكيل المكون من 7 أشخاص. وأعلن حاكم ولاية واشنطن حالة الطوارئ بعد وقوع الحادث، فيما أكد مسؤولون محليون أن عدد الضحايا مرشح للزيادة، مشيرين إلى أن وجود عوائق في طريق القطار الذي كان متجها إلى مدينة سياتل يعتبر أحد الأسباب المحتملة لهذا الحادث. أصبح بإمكان كلب تايلاندي فقد طرفيه الأماميين أن يركض مثل أقرانه بعد أن حصل على طرفين صناعيين مثل الأطراف التي يحصل عليها الرياضيون من أصحاب الاحتياجات الخاصة. وكان جار صاحب الكلب كولا قد قطع ساقاه الأماميان بسيف قبل عام في بانكوك عقابا له على نطق الحذاء. وأحضرت مؤسسة سوي دوغ لرعاية الحيوان ومقرها جزيرة بوكيت جراحا بشريا لتزويد كولا بساقين من الألياف الكربون تشبهان تلك التي يستخدمها الرياضيون من أصحاب الاحتياجات الخاصة، والآن يركض الكلب بساقيه الجديدتين. وقال مؤسس سوي دوغ أن كولا بدأ يستعيد ثقته بالبشر.
وقفة ثانية تأتيكم بعدها الوقفة الرياضية، فتفضلوا بالبقاء معنا. مع هذه التتويجات والألقاب لنجوم الدوري الإسباني نصل وإياكم المشاهدون الأفاضل إلى ختام هذه النشرة. شكرا لكم على حسن المتابعة والاستماع، في أمان الله.